اليوم متواجدين في برزة أبو ظبي اللي تجمع موظفين الجهات الحكومية من مختلف القطاعات مع أسرهم. أنا وأبوي وأخوي ابني وابني. أخت ربيعتها. ما يبغى يسوي معانا لقاء في أجواء رمضانية تعكس روح الألفة والتواصل المجتمعي، ولكن خلونا نشوف شو أجواءهم. حياكم في برزة أبو ظبي. شو الحلو اللي شفته في برزة أبو ظبي؟ من الأيام العائلية جدا. شفنا وجيه من زمان ما شفناها، وشوي عدة سوالف، التجمع الجميل والألفة ما بين كل الجهات الحكومية في نفس الوقت. مين اللي فاز يا جماعة؟ احنا اللي فزنا. يا سلام يعطيكم العافية. كلنا جايبين عائلتنا، الأجواء جميلة ومبسوطين جدا بيكم. ما أدري يا أخي كل شيء حلو. تشوف الياهل، تشوف الشيبة وتتعلم من هذا وتحن على هذا. حسيت صراحة بين أهلية، أشوف عيال زملائي زوجاتهم. نحن ون فاميلي أصلا. الجمعة هيك جاي عفوية وأهلية بمحلية زي ما بيقولوا. أنا مستانسة إن أنا موجود بعد. Something like an enjoyment out of work. شو الأشياء اللي شاركتي فيها بالبرزة؟ ورشة صنع الفخار. هناك ألوان كان ألون. احنا هني نعلمهم عن السدود. اليوم أنا سويت هذا فوق تحت فوق تحت إيه؟ يكون خلص سويته. هذا جديد ولا جديد؟ هذا أكثر من 100 سنة. عمرها أكثر من 100 سنة. بس أنت تعرف شو كانوا يسوون؟ هذه حق شو كانت؟ أظن يفصلون فيها بيت الشعر. صحيح. حلوة برزة أبو ظبي؟ إحنا عائلة وحدة، بساطتها سر جمالها. برزة أبو ظبي هي برزة الأهل الصراحة. ما شاء الله تبارك الرحمن، كل الجنسيات موجودة، الكل على قلب واحد في هذا المكان وفي برزة أبو ظبي. في قصر الحصن الكل متجمع على قلب واحد والكل يقول القلب حكومة أبو ظبي.